قرية الحدادة قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية ناحية كنسبة، وتبعد عن كنسبة 3 كيلومتر، وعن مصيف سلمى 17 كيلومتر، وعن اللاذقية 51 كيلومتر. يعمل سكانها بالزراعة والتجارة وتربية المواشي، وعدد سكانها أكثر من 500 شخص. قرية الحدادة كبقية القرى في جبل الكرد أو جبل الأكراد تعرضت لقصف من قبل قوات النظام السوري، قوات الأسد، لذلك تهدمت معظم بيوتها وتهجر أهلها. هم بحاجة إلى مساعدة، لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وكافة الأحزاب الكردية والكرد من أصحاب رؤوس الأموال بمد يد العون والمساعدة لأهلنا هناك. من عشائر الجبل موشان، أوجان، كيخيا، شيخان. من أسماء أراضيها كروم قدشة، الموشة، نهوي، الزنار، الدكشومة. ومن عائلاتها حجيكو، نبيو، زهرة، ديبو، حمزو، بركات. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء القرية وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامٍ منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية الحدادة.